السلام عليكم ورحمة الله. جولة مهمة جدا، والجولة دي كمان لو انت ما شفتش حاجة جميلة الايام اللي فاتت او الايام اللي احنا فيها ديت، هتشوف الفيديو للنهاية وهتعرف ان حتى الان ما زال في ناس همها البلد وناس همها ان تشوف مصر في افضل مكان ومكانه، وهمها الخير لكل الناس. دكتور اشرف صلاح طبعا تشرفت بيه النهارده طبعا الحمد لله، وراجل يعني انا ما توقعتش ان قامه زي دي تكون متابعاني. راجل دكتور في كليه الهندسه وقعد 10 سنين في السعوديه، ولما جه مصر طبعا اكتشف ان الطلبه مفيش عملي. هو الطلبه في كليه هندسه ميكانيكا مثلا يا دوب، حتى لو عرف نظري، فقرر ان هو ينزل المصانع يشوف الانجن كامل، ويشوف نظام التصنيع في مصر والشغل والكلام ده. وطبعا الحمد لله انبهر ببعض المصانع المصرية، وبيقول انا ما كنتش متخيل ان على ارض مصر المصانع والتقنيات دي كلها. الراجل سافر وشاف ولف، بيقول ان مصر تعمل الحاجات دي بالدقة والجودة دي. يعني طبعا ان زمان كان في بعض الشكاوى، دلوقتي الحمد لله عاد في فريق جودة بيستلم المعدات والخامات بعد الشغل. طبعا هو اشاد بالكلام ده وقرر حاجة جميلة جدا، قرر يعمل بعثات طلابية او رحلات علمية للطلاب بتاعة هندسة ميكانيكا لمصانع الموتوسيكلات او المحركات، سواء السيارات او الدراجات النارية. طبعا عشان يبقى الطالب مش فاهم بس، بل يخرج الابداع اللي جواه. راجل بيتبنى مثلا فكرة ان ايه، ان الطالب ما يكونش حافظ نظري، او ان مصر ما تبقاش تحت ما تصنعش، لا ده لازم نصنع ونبتكر ويبقى لنا براند خاص كده صنع في مصر، ما نبقاش بنقلد فيه حد زي مثلا الصين. عارفين ان اغلب شغل الصين تقليد لهوندا وكawasaki وياماها والكلام ده، لا عايز اعمل براند خاص صنع في مصر كده، يبقى ستايلات انت بتخترع، تمام، بتكتشف بتبتكر اصدارات وستايلات وموديلات خاصه بيك انت. فالصراحه النهارده كان لقاء جميل جدا. الحاج طارق حوا والمهندس او دكتور مهندس اشرف صلاح والمهندس حسام، طبعا ده الخبير بتاع المصنع ربنا يبارك فيه. وطبعا عملنا جوله في بعض التخصصات في المصنع والاقسام، قسم الشكمان وقسم التنكات والفبر والجنزير والتروس، تمام. فما شاء الله يعني لو ما شفتش حاجه تبحث فيك الامل او تبعت فيك الامل الفتره دي، هتتفرج على الفيديو ده مرتين ثلاثه، فعلا هتحس ان في ناس فعلا قلبها على الشباب وعلى البلد وعلى اللي جاي، وان شاء الله الخير جاي. انا يعني حاسس ببارق امل جميل جدا الايام اللي احنا فيها والايام اللي جايه باذن الله هيعوض ناس كتير جدا عن اللي هم فيه، وان شاء الله ربك ييسر الامور. ولكن زي ما بقول دايما دعواتكم وربك ييسر الامور. فان شاء الله زي ما حضرتك شايف الاقسام الشغل اللي طبعا الموضوع اتطور جدا بقى. المهندس حسام دول الثلاثه، وطبعا بقى لما خلصنا الزياره ديت يعني ايه اللف في الاقسام او التجول بين الاقسام بتاع المصنع، طلعنا بقى ايه، قعدنا كانت دردشه بقى على ايه موضوع اللي هو التو ستروك والفور ستروك والكلام ده، المحركات، انواع المحركات اللي هي ثنائي الاشواط ورباع الاشواط والكلام ده. الحمد لله بدأ نتكلم ونتبادل شويه خبرات جميله جدا في موضوع الانجكشن والكربراتير. وطبعا اول باول هوفيكم باللي هيحصل، لان برضه تعرضنا للموتوسيكلات والسكوترات الكهرباء دي بتشغل ناس كتير النهارده، وان شاء الله يعني قريب هجيب لكم اخبار جميله جدا عن فئات متعدده، العجل الكهرباء، الموتوسيكلات الكهرباء، السكوترات الكهرباء، تمام. فان شاء الله قريبا جدا هتسمع اخبار فوق الممتازه ان شاء الله، وهيبقى فيها براند كامل صنع في مصر بكفاءه وجوده عاليه جدا. وقريب جدا جدا زي ما بقول خلاص الموضوع قرب جدا، محرك كامل ميد ان ايجيبت صنع في مصر كامل. دمتم في امان الله، ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس.